السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ أنا أبو عيسى هكلمكم النهاردة على سر جديد من سر الطبيعة مع أبو عيسى. هنتكلم النهاردة على عشبة نادرة جدا وناس كتيرة جدا ما تعرفهاش، وهي عشبة اسمها نبتة القيامة. ليه اسمها نبتة القيامة؟ ده مش مجرد اسم، هي فعلا نبتة بترجع للحياة بعد ما بتموت، والأغرب فوائدها كبيرة جدا للبشرة والشعر. يلا نبدأ الحلقة ونتكلم على فوائدها. أول حاجة، النبتة دي موجودة في الصحراء وفي المناطق الجافة جدا، وفعلا بتموت تماما، تبقى شايفها ان هي ميتة بمجرد انها بتلمس المية. في خلال ساعات بتبتدي انها تفتح وتطلع اوراق. عشان كده اسمها نبتة القيامة، لانها فعلا بمجرد ما بتلبس المية بترجع للحياة تاني. طيب، هنتكلم على فوائدها للبشرة. هي غنية جدا جدا بمضادات الأكسدة، عشان كده بتساعد الخلايا في التجديد، وبتقلل التجاعيد، وبتشيل كل علامات الشيخوخة. بترطب البشرة بعمق جدا، عشان كده تنفع للبشرة الجافة مش البشرة المختلطة. طيب، نستخدمها للشعر ازاي؟ وايه فوائدها للشعر؟ بتحفز دورة دموية جدا في فروة الراس، وبتقلل التساقط، وبتحفز النمو. يعني بديل للمونوكسيديل اللي هو فيه ضرر وكيماويات وحاجات مضرة جدا، بمجرد ان انا اتوقف عنه بيبتدي ان الشعر يسقط تاني. لا، دي العكس. دي بتعمل ايه؟ دي بتنمي الشعر، وفي نفس الوقت حتى لو انا وقفتها مش هتسبب تساقط الشعر مرة تانية. بتدي للشعر لمعة طبيعية جدا، وبتحمي الشعر من الجفاف ومن التقصف، وبالذات الاطراف. عشان كده ممكن نستخدمها في وصفات كتيرة جدا عشان نعالج الهيشان وتقصف الشعر. طب ازاي نستخدمها؟ لو هستخدمها للبشرة، ممكن اخد البودرة الناعمة بتاعتها وبحطها في ماسكات البشرة او في السيرم وبستخدمها. وممكن تتنقع في مية زي ما بنعمل، بنحط شوية بودرة يعني في مية، بنعمل زي التونر الطبيعي للبشرة وللشعر. وبتدخل في كمية مستحضرات تجميل مفيدة جدا للشعر وللبشرة، وبتبقى حاجة طبيعية بعيدة تماما عن الكيماويات خالص. ايه رأيكم في الحلقة دي؟ كنتوا تعرفوا حاجة عن نبتة القيامة دي قبل كده؟ طب لو عاوزين وصفات نقدر نستخدم فيها النبتة دي للبشرة وللشعر، يا ريت تكتبوا لنا في التعليقات، وما تنسوش نعمل لايك والاشتراك في القناة. واستنونا في حلقة جديدة جدا هنتكلم فيها عن عشبة جديدة أو نبتة جديدة مع سر الطبيعة مع أبو عيسى. السلام عليكم.